السلام عليكم. دائما مع وصفات لمياء. اليوم حنقدم لكم دولمة تاع القرنون. واش نقول لكم بنة رائعة. يعني الدولمة تاع القرنون بليبولات والجلبانة والمريقة البيضاء. الله الله، واش نقول لكم بنة رائعة مع المعدنوس والعصرة تاع القارص. على بالكم المريقة البيضاء تحب المعدنوس وتحب القارص. هذا الفيديو درته في رمضان حتى لدوكا باش حطيته. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بسم الله. درت انايا الزيت واحد الخمس مغارف هكذايا، ودرت حبه بصله كبيره. على بالكم من المريقه البيضاء تحب البصل يعقدها. درت حبه بصله كبيره ربيتها، رحيتها يعني في الاشوار، ولا تحبوا تسكرفجوها ولا تقطعوها. درت مغرفه تاع الماكارين ماشي معمره، نخليه يدبال لي البصل. درت العيدان تاع الكرافس هنايا حطيته ما قطعتوش، اللي ما يحبش الكرافس عفوا حطيت المعدنوس، هذا عيدان تاع المعدنوس. خليهم يتقلاو باش كي من بعد الاخر تنحوهم بسهوله. مرقت شويه تاع الماء سخون، درت فلفل كحل ودرت سكنجبير ونص عود تاع القرفه والملح. درت نص فلفل كحل ونص مغرفه صغيره تاع سكنجبير. درت انايا جلبانه تاع الكونجي، مرقت هكذايا، غلقتها واحد الخمس دقائق كما كتشوفوا. على بالكم جلبانه هنا جاتني شويه ماشي ما طيبليش. غلقتها في الكوكوطه ونوجد دوك لافاغس. هنايا درت شريت البولي اشي قص 20,000. النص الكبير درتو في مع القرنون، والنص الصغير درتو في البوراك. قلت لكم هذا سجلته في رمضان، ان شاء الله يتعيد علينا بالصحه والهنا. هادو كامل المقادير تاع اللي حنديرهم في البولي اشي. درت انا هنا غسلت زوج مغرفات تاع الروز، ومن بعد درت مغرفه قسم مغرفه كبيره ونص. درت زوج مغرفات تاع لا شابلور كبيره، المعدنوس، فلفل كحل، قرفه تاع البودره والفلفل الكحل، تحبوا تاني ديروا سكنجبير. درت حبه بصله صغيره، بعد درت كمل هذيك البصله كملتها، ودرت البياض تاع البيض والصفار نعقد به هذيك المريقه. نخلطهم مليح هكذا حتى يدخلوا المكونات هكذايا كما راكم تشوفوا. خلطوا مليح، وزدت واحد المغرفه كبيره تاع الزيت. اللي حاب يدير الماكارين يدير ماكارين. نخلطوه هكذايا. يعني هذه كي تحطوا في القرنون ديالكم ما يتنحالكمش. كملتوا هذاك البصل كنت رحيته في الاشوار هكذا. تحبوا تقطعوه رقيق ولا تسكرفجوه، ما تخلوش كي ترحوه ما تخلوش حتى الماء يطلق لكم من الماء هكذا، ونخلوه جانبا. دوك نقوا القرنون، نوريكم كيفاش تنقوا حبات تاع القرنون. تجيكم كاين اللي يعرف وكاين اللي ما يعرفش، تجيكم يعني المنظر ديالها اشباب. شوفوا هكا تحطوا الموس وتبداو تنحوا بالورقه بالورقه، ومن بعد كي تلحقوا للاخر يكون يعني هذوك الوريقات ديالو طريين، تقدروا تنحوهم كامل بسهوله. هنا ما تقدروش تنحوهم كامل، تنحوا بالورقه. شوفوا كيفاش يجيكم كالورده. بارطاجوا الفيديو هذا، ما تخلوش غير عندكم. يعني خلوا لي تعليقات ديالكم كيفاش يجيكم هذا لسيتوه الطبق هذايا تاع الدولمه. شوفوا كيما قلت لكم تنحوا بالورقه، ومن بعد كي تلحقوا لهذاك الطري تنحوه كامل، يعني يتنحى لكم بسهوله هكذا. كانت هنا شويه مازال لي الورق ديالو خشين، نحيتهم. دوكا شوفوا هكذا تقدروا تنحوه هكذا. والسر تاع باش تحفروا لداخل هنايا تنحوا هذوك الخضوره بالمغرفه صغيره تاع قهوه، يعني تحكوه بالقارص باش يبقى لكم ابيض ما يكحالكمش. على بالكم القرنون بالخف يكحل، لازم تحكوه بالقارص هكذا. تجيبوا المغرفه وتبداو تخووا الداخل هذاك الريش باش يتنحى لكم. تدخلوا مليح المغرفه وتدوروا باش يتنحى لكم هذاك الريش، ومن بعد كي تنحوه كامل تعاودوا تحكوه بالقارص هكذا. انا درت 5 حبات قرنون. ديروا على حسب الافراد العائله. قلت لكم من داك ندير له البطاطا، ومن داك ندير قرنون وحده هكذا. كي يقعد لكم الغدوه من داك يبقى هو كي يضيفوا له عفوا البطاطا يتغير المذاق ديالو. مي كي تحطوا له غير القرنون يبات لكم الغدوه من داك يبقى هو. ومن بعد نجيب السكين ديالي الموس ونحي له هذوك الزوائد اللي منايا هكذا، ونزيد نعاود نجيب المغرفه ونحي له هذاك الريش بقى لي شويه. نخويها مليح. شوف كيفاش جاتني. دوك نمرق بالماء سخون،
قولوا دائما هذاك الدعاء اللهم الكفيل ويشوف كي يستقنع ولي ياكلو كيشبع. من بعد تحطوا هذاك البولي الاشي مع العقده يعني هذيك وتضغطوا مليح هكذا. كي تحطوه لداخل ما يتنحى لكمش. وكي يبدا يغلي نحطوا القرنون ديالنا هكذا، والماء كما قلت لكم يكون حتى يغرق لكم كامل القرنون. نزغدها شويه يعاود يدخل هكذا. ومن بعد اللي بقات لي هذيك العقده تاع البولي اشي نديرها ديبولات كويرات هكذايا صغار كما حبيتو، تحبوا تكبروا تحبوا تصغروا، ونضيفهم المرق ديالي هكذا. ومن بعد انا هنايا كان فاتني الحال، كان قريب المغرب، غلقتها واحد 7 دقائق ومن بعد عاودت حليتها وخليتها تكمل طيابها على نار ضعيفه هكذا. تضيفوا هذاك ليبولات كما قلت لكم تخليها نار ضعيفه حتى تكون طابت بقريب خلاص حطيب. ديروا لها حبه صفار والمعدنوس وشويه مريقه وشويه قارص، ضربوهم مليح وضيفيهم للقرنون الظلمه تاعنا تاع القرنون. هنا بعد ما حطيته في الصحن التقديم شوفوا كيفاش جاتني، يعني تنحى لي هذاك الفيديو تاع اللي حطيت عقدتها بالصفار تاع الباب. شوفوا كيفاش تجيني الله الله. والمعدنوس هو القارص كما قلت لكم الحاجه البيضاء تحب المعدنوس والقارص. مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله. ان شاء الله تبارطاجوا الفيديو هذا وتخلوا لي تعليقات ديالكم. مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.